دين بتمر بظرف صعب، فالفيديو ده عايزه اقولك ان هو ليكي. هتكلم النهارده في 3 حاجات اوعي تعمليهم لو انت عليكي ديون، وساعات كتير قوي من غير ما تاخدي بالك بتزودي الضغط عليكي وعلى نفسك. تعالي النهارده نتكلم بصراحه كده عن التوفير وترتيب الاولويات، وازاي ان احنا نعدي اي وقت عندنا ضيق او زنقه او مزنوقين او مضغوطين بطريقه بسيطه. هقولك كمان على شويه افكار وطريقتي، واقولك على حاجات برضو تقدري توفري منها في الميزانيه بتاعتك، وكمان تقدري تساعدك مثلا لو انت عليكي فلوس او لو عايزه تحوشي فلوس ايا كان، يعني تساعدك تعمليها. هقولك كمان لما انا بيكون عليا فلوس انا كنت بعمل ايه، وايه الحاجات اللي بطلت اعملها وفرقت معايا جدا وارتحت اصلا من الديون والكلام ده كله. وحبايب قلبي واخواتي الامارات، لو اول مره بتشوفوني معاكم اختكم هبه. طبعا شكرا جدا لاي حد انضم معايا هنا، وعايزه اقول بقى لكم بجد بجد قبل ما نبدا الفيديو حابه اشكركم جدا من كل قلبي، لاني والله كلامكم بيشجعني وبيفرق معايا جدا، وكل تعليق حلو منكم ليا ده بيديني طاقه وبيديني طاقه ان انا اكمل. والله طبعا فرحت جدا، وفي واحده جميله هنا قالت لي نزلي كل يوم، فبجد حسيت قد ايه انكم مستنييني ومستنيين المحتوى بتاعي ومهتمين بيا، فده فرحني جدا. وكمان عايزه اقول لكم بقى انا بحب ارد على كل التعليقات حتى لو الساعه 2 و3 بالليل، بقعد كده بكون مبسوطه جدا وبدعي لكم ويا رب يستجاب مني ليكم وربنا يصلح لكم حالكم كلكم. فيلا نبدأ بقى كده الفيديو ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب كل اللي تضغط لايك للفيديو دوت يرزقها بزيارة الحبيب انا وهي، اللهم امين. وتعالوا بقى اقول لكم اول حاجة، طب انا عليا دين يا هبة، طب انا مش عارفه اسد ديوني، طب انا عايزه اجمع قرش على جنب، عايزه احوش. انا هقولك ان شاء الله النهارده تعملي ايه لو انت مثلا عليكي فلوس او عايزه تحوشي فلوس. اول حاجه لو انت عليكي دين، اوعي تستلفي علشان خاطر يعني تستلفي دين جديد علشان تسدي الدين القديم. يعني يبقى علشان ما تدخليش نفسك في ديون كتير، اوعي تستلفي دين جديد عشان تسدي الدين القديم. دي حاجة الناس كتير قوي يعني بيعملوها، بتدخلهم في دوامة كبيرة. تاني حاجة بقى مفروض تعمليها، ما تتصرفيش وكأني مفيش اي مشكلة عندك، يعني خففي كماليات شوية لحد ما الدنيا تتظبط معاكي. اشوف انا بقى، اشوف امسك كده اشوف مصاريفي واحاول على قد ما اقدر ان انا اشوف انا يعني مصاريفي كام، احدد مبلغ ثابت كده كل اسبوع او كل شهر، حاجة بسيطة كده اطلعها للدين اللي عليا، واحسب اشوف انا بيتي كام ومصاريفي كام ودخلي كام، واشوف احتياجات ولادي ايه والفواتير الضرورية اعملها. وبرضو بقى استغل بقى فترة الاجازة ديت في الدين. يعني الفلوس احنا بندفع الوف بالالوف، يعني ممكن يبقى صافي مثلا 2000 او 1000 ايا كان، يعني المبلغ اللي بتطلعيه صافي للدروس بتاعة الولاد، طلعي المبلغ دوت وسديه في الدين. وعايزاكي كمان تقللي من مصاريفك شوية. يعني من الحاجات اللي نفعتني جدا كنت انا بقلل مصاريفي قوي لحد ما الدنيا يخف شوية. او ممكن تعملي حاجة حلوة قوي برضو، لو انت معاكي مثلا مبلغ ثابت، ولو هنقول مثلا 500 جنيه، هتعملي جمعية، وبال 500 جنيه ديت مثلا هتعمليها جمعية كل شهر مثلا وتلمي 10 أنفار وتدفعي 500 جنيه كل شهر، وهتقبضي مثلا 5000 جنيه، فهتدي صاحب الدين ده ال5000 جنيه دول، بس انتي هتدفعيهم كل شهر 500 جنيه. فدي حاجة حلوة برضو، لو تقدري تعملي كده اعملي كده. يعني هتكوني 10 أسامي، وانتي كده في نفس الوقت دفعتي للراجل او دفعتي لصاحب الدين دوت 5000 جنيه، مبلغ يعني كده في ايده اديتهوله ويصبر عليكي شوية. وكده لو دفعتي 500 جنيه كل شهر، فانت كده خلال 10 شهور هتلاقي نفسك سددتي 5000 جنيه من غير ما تحسي، وحاجة برضو خفيفة عليكي. دي برضو كانت حاجة يعني تساعدك ان انت تسدي دينك او تقللي برضو مصاريفك. ابدأي بأصغر حاجة، يعني كان عندك مثلا يعني ديون كتير، ابدأ بالدين الصغير الاول اسده، ولما تسديه هيديكي احساس ان انتي انجزتي حاجة ويشجعك ان انتي تكملي تسدي اللي عليكي.
لو تقدري بقى تزودي دخلك باي حاجه اعملي دوت، مفيش مشكله. خصصي جزء منه كده ان انت تسدي ديونك منه عادي. انا اتعلمت اول خطوه لسداد الديون وهي اني عرفت بظبط، يعني عرفت ايه بالظبط عليا كام الاول، وبدأت ان انا اخف من الارقام اللي هي الارقام الخفيفة، واكتب الديون اللي عليا، وابدأ ان انا ايه اسد حاجة في حاجة. وبصراحة يا بنات، ولو عايزة يعني نصيحة مني، هو الجمعية كانت احسن حاجة ليا بالنسبة لي. كان عليا رقم كبير ولكن بقى خفيف عليا. ليه بقى؟ ان انا دخلت جمعية وقبضتها وسديت الديون كلها اللي عليا، وبدأت ان انا بدفع كل شهر حاجة بسيطة. بس بصراحة يعني الموضوع ده ساعدني قوي. ولو انت حابة اساعدك تعملي خطة سداد ديون عليكي قوليلي، وقوليلي مثلا اجمالي الدين ايه تقريبا وكام، ودخلك كام، والميزانية بتاعت بيتك كام كل شهر، وبتدفعي ايجار ولا لأ، وانا يعني عينيا الاتنين ليكم يعني. دي الحاجات اللي خلتني وساعدتني ان انا يعني لو على يعني اسد الديون اللي عليا بصراحة. تالت حاجة بقى، ادعي ربنا كتير 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 ان ربنا يا رب يسد ديونكم، ويا رب يحقق لكم كل اللي انتوا بتحتاجوه وكل اللي انتوا بتتمنوه يا رب، اللهم امين. اوعي تجيبي اي حاجة قسط وانت عليكي دين. يعني انا من الناس اللي مبحبش اشتري حاجات قسط. لو عليكي دين ومش عارفة تلم الدنيا كده، فاوعي تجيبي حاجة قسط برضو. ابدأي سدي الحاجة اللي عليكي الاول، لما تخلصيها او ابدأي جيبي الحاجة اللي انت عايزاها برضو. فان الظروف صعبة، والله عارفة ان الظروف صعبة على ناس كتير، بس والله اقسم بالله صدقيني بشوية تدبير منك وصبر هيفرقوا معاكي، وربنا يوسع على كل بيت يا رب، اللهم امين. كمان يا بنات في كومنت جالي، فبصراحة يعني هو بقى ده سبب اللي خلاني اتكلم كمان معاكم النهاردة. كنت منزلة تعليق يا بنات ان في حد كان بيشتري حاجات يعني من محل بالقسط، يعني بياخد منه وبعدين بيسدله. ففيها واحدة متابعة حبيبة قلبي كاتبة ايه: انا كنت ماشية بنفس النظام دوت، ان هي تستلف يعني، او ان هي تاخد يعني حاجات من محل وبعد كده يعني تسدله. بتقول انا كنت ماشيه بالنظام ده بقالي اكتر من سنه، كنت بسحب من محل شامل كل حاجه، بس لقيت كل شهر الفلوس بتزيد عليها، من 1000 جنيه بدأت بقى 2003 لحد ما لقيت عليها 7000 جنيه، وما كانتش بتقدر تسد كل مبلغ. بس يعني ايه بقى جزء بقى يعني بتسد مثلا، فجزء ايه بيبقى لحد ما الحمد لله قالت الحمد لله انا سديته معليش ولا جنيه. فقالت بلاش السحب. طبعا معلومة جميلة جدا، وطبعا كلنا هنا يا بنات بنستفاد من بعض جدا. وهي عملت الصح، يعني هي بطلت ان هي تسحب، وبدأت يعني بدأت ان هي تسد الدين اللي عليها جزء في جزء، فبدأت تسد جزء في جزء لحد ما خلصت الحمد لله ومش عليها ولا جنيه. وده برضو بيعلمنا، عشان كده انا بقول لكم وبقول لكل واحدة لو انتي مريتي بحاجة اكتبيها علشان كلنا نتعلم من بعض. وده يعلمنا برضو ان انتي لو مش هتقدري ت... 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 مش هتقدري تتحكمي في نفسك وبتسحبي برضو طلبات، لا خلاص يبقى نوقف الموضوع دوت ونمشي على قد اللي موجود بس. وهنزل لكم برضو فيديوهات ان شاء الله على الميزانية اليومية بإذن الله. لكن نتعلم من التعليق ان هي بتقول يا بنات بلاش، لو انت مش هتقدري تتحكمي في نفسك فبلاش، عشان من 1000 جنيه وصل بقى عليا 7000 جنيه. و7000 جنيه ده ممكن يكون رقم كبير على ناس محدودة الدخل، فده ممكن يكون ده دين كبير بالنسبة لها. فكلنا غير بعض، فده يعلمنا برضو ان احنا برضو ما نسحبش حاجة احنا مش قدها، وما نجيبش حاجة واحنا مش قدها. انتي قادرة تسحبي من محل وعلى قد امكانياتك وظروفك بتسحبي وعارفة بتسدي ايه، فخلاص تمام اتكلي على الله واعملي كده. مش قادرة فبلاش.
وما اسحبش على حس ان انا هسد بعدين. كمان يا بنات الفيزا بيبقى كان طالع فيزا كده، بيبقى معاكي الفيزا لو انت موظفه او جوزك موظف، فبتنزلوا تجيبوا حاجات من السوبر ماركت فبتخصموا من الفيزا وبعدين بتسدوها، فده طبعا غلط. يعني انا ازاي اجيب اكل وشرب وانا دي فلوس عليا؟ انت فاهماني؟ فطبعا خلاص وقفي الموضوع ده. إيه لو انت من الناس اللي بتمسك الفيزا وبتصرف منها وبتجيب منها حاجات، لا مش عايزاكي تعملي كده خالص. لو هتعصري على نفسك ولو هتشدي على نفسك وتزنقي نفسك الشهر. كمان يا بنات من الحاجات اللي بتخليني اوفر من البيت، يعني ايه؟ علشان خاطر اوفر من البيت، لو انا نازله مثلا السوق وبقى معايا مثلا مصروف، يعني بقى من بقيه المصروف مثلا 40 جنيه، فانا بمسك 10 جنيه من ال40 جنيه دول بحطهم طبعا في الحصاله. تمام. وتحطي 10 جنيه في الحصاله ولا ايا كان الحصاله اللي انت عاملاها، وهاتي ال30 جنيه، وهاتي ال30 جنيه جيبي بيهم بقى 2 كيلو من الطماطم، جيبي 3 كيلو من الطماطم انت وشطارتك. 3 كيلو من الطماطم دول صلصليهم وحطيهم في اكياس وحطيهم في الفريزر. انت وفرتي فلوس وفي نفس الوقت وفرتي برضو حاجات موجودة عندك في البيت تستر بيتك لأي وقت انت محتاجاها فيها. يعني من الحاجات كمان اللي بتنفع. طب تعالى اقول لكم بس انا بعمل ايه دلوقتي. انا بقطع يا بنات بطاطس، بصراحة الموضوع دوت بيفرق معايا وبحس ان انا مرتاحة ومش تعبانه بقى. لو انا مثلا بالليل ولادي مثلا جعانين ولا حاجه، اقوم محمره لهم شويه بطاطس وعامله لهم جنبي سندوتشات جبنه او بيض ايا كان، يعني بتنفع جدا. انا بجيب البطاطس وبقشرها وبخرطها كده، بقطعها زي ما انتوا شايفين وبخليها كده في ميه نضيفه في التلاجة، بتقعد معاكي من يوم ل7 ايام عادي جدا، ما بيحصلهاش اي حاجه ومش بتسود ولا حاجه، ولكن بتسهل عليا. عوزت بقى منها طبق في الفطار باخد، عوزت طبق في العشاء باخد، عوزت منها ان انا اعمل باخد منها، بتبقى حلوه. بصوا يا بنات وانا بقشر البطاطس لقيت البطاطسيه بالشكل دوت، ما رضيتش اقطعها يعني بصراحه. فقولوا لي لو هي كده ومش حلوه ولا كنت قطعتها عادي يعني وكانت اتاكلت عادي. بصوا انا بخليها كده، اهم حاجه بس ان انت تكوني مغطيه البطاطس بالميه، هتقعد بقى معاكي فتره زي ما انت عايزه. دي من الحاجات برضو اللي بتوفر معايا يا بنات، وتوفر معايا كمان مجهود. الحاجات اللي كانت بتوفر معايا كمان يا بنات، دلوقتي مثلا لو يكن ان كيلو مكرونة ب24 جنيه، انا ما فكش مثلا 20 جنيه ولا فك 30 جنيه ولا فك قصدي 50 جنيه او افك حتى 10 جنيه. انا لو هفك ال50 جنيه مش هتقعد معايا في الكيس، فاعمل ايه؟ اجيب مثلا بال20 جنيه مكرونة، وال4 جنيه صدقيني مش هيعملوا معاكي فرق كبير قوي في الكيلو المكرونة، قد ما هيفرق معاكي جدا في ايه؟ في ان انتي ما تفكيش الفلوس، عشان لو فكيتي هتلاقي نفسك صرفتيها. فعايزاكي تبقي واعية كده الفترة اللي جاية عشان تعدي اي فترة، عشان تعرفي تحوشي، علشان تعملي حاجة لنفسك او لولادك. إيه الموضوع ده بيفرق. طب لو انتي مثلا عايزة بيتك يكون مستور دايما، حتى لو انت ماشيه بالميزانيه اليوميه، عايزاكي تجيبي لك 2 كيلو بصل او 3 كيلو بصل. تمام. يعني اللي النهارده البصل الكيلو ب10 جنيه، وفي بصل ب8، وفي بصل كمان يا بنات الكيلو ونص ب10. فلو انت هتفرزيه دلوقتي امسكي كيلو البصل يعني هاتي 20 جنيه من معاكي. ال20 جنيه اللي متبقيين، لو الطماطم مثلا الكيلو هنقول ب10 جنيه، هجيب لي بيهم 2 كيلو طماطم واقطعهم وامسكهم واصلصلهم زي ما انتوا شفتوا كده، وهضربهم واخليهم في الفريزر. انا كده شلت فلوس عليا وشلت فلوس اتبقوا معايا وحوشت فلوس، وفي نفس الوقت كمان حوشت خزين ينفعني برضو، ويبقى بيتي برضو دايما مستور ومش ناقصه حاجة. كمان يا بنات من الحاجات اللي انا اتعلمتها وبقيت اعملها، يعني مثلا لو هنقول كيلو المكرونة بقى ب24 جنيه دلوقتي. طب انا لو جبت ب20 جنيه مكرونة
هيبقى يعني ال4 جنيه هيعملوا ايه؟ شويه كده على قد يعني معلقه معلقتين مكرونه، فدول بجمله ان هم اكني رميتهم، او شويه المكرونه اللي اتبقوا مثلا من طبق او ايا كان، فالشويه دول مش هيفرقوا معايا. لكن انا بقى مش بقولك ال4 جنيه يفرقوا معاكي، لا، انت لما تمسكي انت ساعات بتفكي كام؟ ساعات بتفكي 20 جنيه، 10 جنيه، 50 جنيه. فلو فكيتي ال50 جنيه اللي معاكي ديت عشان تدفعي ال4 جنيه ديت، صدقيني هتلاقي نفسك ال50 جنيه اتصرفت. فانا ما فكش، اخلي الفلوس معايا زي ما هي الصحيحة، واجيب اقول له هات ب20 جنيه من المكرونة. وهكذا بقى على كل حاجة بشتريها. يعني ايه؟ يعني مثلا لو مثلا انا كيلو الصابون مثلا عامل 12 جنيه، هقول له وزني ب10 جنيه، ما ال2 جنيه هيعملوا ايه؟ شويه صابون قد كده. وفي نفس الوقت انا جبت من الصابون الحلو ب12 جنيه، وفي نفس الوقت جبت منه ب10 جنيه، كأنه حبة دلقوا يعني مني، او كأن حبة مثلا موجودين في الكيس. انا بمثلك مثال. لكن لما اصرف بقى، او افك ال10 او ال20 جنيه او افك ال50 جنيه، هلاقي نفسي فكيتها، وهلاقي نفسي ان انا اتصرفت من ايدي، ما هي شوية فكة واتصرفوا. فهو دوت من الحاجات اللي انا برضو بدأت ان انا اعملها، وبدأت توفر معايا. كمان يا بنات، لو انا عايزه اوفر زي ما انتوا شايفين كده، انا ما اشتريتش معاكم بصل في المشتريات. فبعمل ايه؟ كنت شاريه 2 كيلو ونص بصل يا بنات، الكيلو كان عامل 8 جنيه. فانا طالما هفرزه انا بجيبه، طالما مش هحطه في التربو، لو لقيته ب6 ونص، كيلو ونص، فانا اولى بالزياده، انا اولى بالنص كيلو الزياده. نص كيلو الزياده ده هيفرق معايا في الطبخه، هلاقي نفسي خدت النص كيلو ده نفع معايا في طبخه. وزي ما انا عملت اهو، النص كيلو مثلا عشان ازود مثلا منه اكله، عملت ايه؟ انا هنا بعمل يا بنات بعصج لحمه. طب الكميه عندي اللحمه بسيطه، فازودها بشويه بصل، ضربتهم كده في الكبه، ونزلت عليهم كده باللحمه. بنات ازود لهم بقى ايه؟ يعني ازود بصل وفلفل وكده عشان تزود لي العصاج يعني. إيه كمان يا بنات، ما بعرفش ان انا اوقف نفسي على اكله. يعني المكرونه بشاميل دي في ناس كتير قوي تقولك دي مكلفه دي، واولادنا يعني ساعات كتير قوي بيبقوا ليهم نفسهم فيها. فانا مش بوقف نفسي، ممكن بنص كيلو لبن انا بعملها، والنص التاني باخد الكوبايتين من نفس الميه بتاعه سلق المكرونه، وبنزل عليهم بشويه مرقه، او بحطهم عادي في البشاميل، واحط المرقه عادي في البشاميل. صدقيني بتبقى طعمها حلو قوي. لو ما عندكيش بقى جبن موتزاريلا، ما فيش اي مشكله خالص، ممكن بضايه تكسريها على البشاميل، وشويه فلفل اسود عشان الزفاره. عايزه اقول لكم بتطلع معايا زي الفل. وعلى فكره انا ما حطيتلهاش اي حاجه غير معلقتين قشطه كده، عشان انا كان عندي القشطه من وش اللبن كنت شايلاها، فدي ساعدتني يعني، وعززت لي الطعم بتاع البشاميل. بالنسبه بقى لو انتي من الناس اللي مثلا بشاميل اللي كلكع معاكي، قلبيه كويس، ما تقلبش، وحسيت ان هو كلكع اضربيه في الخلاط، صدقيني هيطلع معاكي زي الفل. ف ماشي يا حبيبتي. فالمهم يا بنات، من الحاجات اللي كانت بتفرق معايا كمان وبتوفر لي، ان انا مثلا اجيب 3 كيلو بصل مثلا، وافرمهم واخليهم في الفريزر، بينفعوني جدا. بقسم كده على نصين، وباخد نص كده واستخدمه في الطبخه، بيفرق معايا ماديا، وبيفرق معايا كمان ان انا برتاح، والطبخه بتبقى سهله معايا، زي ما انا عملت كده دلوقتي يا بنات، وزي ما انتوا شفتوني. عشان انا عايزه اوفر الفتره ديت، فروحت واخده البصل وكل البصل اللي عندي، ورحت مخرطاه، ورحت حطيته في الفريزر. فاهميني؟ جربي كده لما انت تعصجي لحمه، خدي من كل مره بتعصجي لحمه معلقتين كده في كيس، وخليهم في الفريزر لحد ما يعملوا لك كده معاكي زي ربع كيلو. اعملي بقى منهم بيتزا، شويه دقيق، مش هتتكلفي وقتها حاجه غير شويه دقيق، شويه خضار عندك. اعملي حتى لو عندك جبنه موتزاريلا بس اعملي بيها، هتعملي منها أكلة. ممكن تعملي مثلا منها شوية صينية بطاطس باللحمة المفرومة، أو مسقعة تحطي عليهم اللحمة المفرومة اللي انت موفراهم. الحاجات دي بتفرق جدا. جربي الموضوع ده، وان شاء الله الموضوع هيفرق معاكم. وكنت عايزه اعمل لها وش، يعني ضربت بيضايه كده يا بنات مع البشاميل، وقلبتهم كده مع شويه بشاميل، وحطيتهم من الوش. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، طلعت معايا جميله وزي الفل. شكرا جدا جدا يا بنات ان انتوا كملتوا معايا. الحلقه ما كلفتنيش حاجه، يعني بطريقه بسيطه وسهله،
ويا دوبك نص كيلو لبن بس اللي استخدمته وربع لحمه. فالدنيا سهله وبسيطه، ما بلاش تصعبيه على نفسك. فاتمنى يا رب تكوني استفدتي وتكون الفيديو ده كان افاده ليكي. اشوفكم على خير يا بنات في فيديو جديد. ما تنسوش بقى صلوا على النبي في الكومنتات. كمان اوعي تنسي تكوني وصلتي معايا لحد هنا ونسيتي اللايك، هزعل قوي منك. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك يا رب. قولوا لي بقى رايكم ايه يا بنات في الكومنتات، المكرونه عجبتكم ولا لا؟